في كل حكاية سر، وفي كل سر لغز، وفي كل لغز إجابة مخفية بين التفاصيل. مرحبا بكم في عالم الحكايات اللي يخلي الخيال واقع والواقع أغرب من الخيال. في حكايتنا اليوم قصة مليانة غموض وإثارة. تدور أحداثها في أحد الجبال العالية، وين يحكيو الناس على شيء مدفون ما شافوا حتى واحد، لكن هذا الشيء ماهوش عادي. كل اللي يحاول يكتشفه يرجع خايف أو ما يرجعش أصلا. 3 شباب قرروا يكسروا كل الحواجز والأساطير ويغامروا باش يكتشفوا السر اللي الناس حايرين فيه. واش صرا معاهم؟ واش شافوا؟ وهل فعلا قدروا يكتشفوه؟ خليكم معايا حتى نعيشوا مع بعض تفاصيل الحكاية هذه. لكن قبل ما نبداو حضر كوب قهوتك، شايك ولا عصيرك، وخليك في ركن هادي، وما تنساش على يدك اليسرى خلينا لمسة على اللايك حتى تدعمنا، وهنا نقدر نقولوا على بركة الله نبدأ الحكاية. في أحد القرى البعيدة في جبال اسمها جبال العالية، كانوا يحكيوا على أسطورة قديمة تقول أنه في مكان بعيد في هذه الجبال يوجد شيء ضايع. هذا الشيء كانوا كل الناس يحكيوا عليه، لكن ما كانش واحد يقدر يروح يبحث عليه، لأنه كانوا يقولوا أنه اللي قرب من المكان راح تصيبه لعنة كبيرة. لكن في يوم من الأيام قرروا 3 شباب من أهل المنطقة واللي اسمها قرية الكهوف، وهم مراد، طارق وحسام، أن يجربوا حظهم ويكتشفوا الحقيقة. مراد كان هو القائد، طارق كان يحب المغامرة والمخاطرة، أما حسام كان ديما يقول يا جماعة نكونوا حذرين، الأمور هذه مش لعبة. لكن مراد كان مصر على المغامرة وقال احنا شباب ما نخافوش، لازم نعرفوا شنو كاين. في صباح اليوم التالي حملوا مع بعضهم خريطة قديمة قالوا عليها أنها تدل على مكان الشيء المفقود، وبدأت المغامرة. دخلوا الجبال والجو كان غريب جدا، الضباب كثيف والشجر يتمايل وكأنه في شيء يتحرك. كل ما مشاو أكثر زادت الإحساسات الغريبة وكأنه العالم صمت. بعد ساعات من المشي في الجبال وصلوا لمكان مكتوب في الخريطة، كان مليء بالصخور العتيقة والهواء البارد بشكل غريب. مراد تكلم وقال وصلنا هنا، لازم نبدأ الحفر. لكن لما بدأوا يحفروا اكتشفوا شيء غريب وغير متوقع. مكان الحفر كان يقودهم إلى باب قديم جدا تحت الصخور. الباب كان مغلق لكنه في نفس الوقت كان عجيب. طارق تكلم وقال بحماس هذا هو السر، هذا الباب لازم يكون مفتاح الشيء المفقود. دخلوا من الباب وكان الممر ضيق والظلام دامس. وسام كان يشك وتكلم وقال ما رانيش مرتاح، هذا المكان مش طبيعي. لكن مراد وطارق ما سمعوش كلامه وكملوا في طريقهم. وصلوا لغرفة كبيرة كانت مليئة بعظام قديمة وصخور ضخمة. كانت هناك شموع مضيئة رغم أن المكان كان مغلوق لزمن طويل. مراد اقترب من طاولة في نص الغرفة وكان فوقها كتاب قديم مفتوح على صفحة مكتوب فيها كل من يدخل هذا المكان يجب أن يدفع الثمن. طارق أخذ الكتاب وتكلم وقال الكتاب هذا فيه أسرار، لازم نكمله ونكتشفه. ولكن وفجأة الأرض اهتزت تحتهم والهمسات بدأت تصدر من كل جانب وكأن المكان حي. وسام صرخ وقال لازم نخرجوا، مش طبيعي، هذا في حاجة غلط. وما كان إلا أن الكتاب وقع من يد طارق وبدأ الممر يضيق أكثر. كانت الجدران تتحرك وكأنها تحاول تحبسهم في هذا المكان. مراد حاول يركض لكن كل ما زاد السرعة زادت العوائق. وفي لحظة ظهر شخص قديم جدا أمامهم، كان وجهه شاحب وعيناه غامقتان، وقال بصوت منخفض السر الذي تبحثون عنه لا يأتي بدون ثمن. هنا طارق تكلم وسأله بخوف واش هو الثمن اللي راح ندفعه، لكن الشخص ما ردش واختفى في الظلام. في تلك اللحظة فهموا أن هذا المكان ما يتركش واحد يخرج منه بسهولة. كانوا في مكان محاصر والباب مغلق بقوة. وفي الأخير إذا عجبتكم الحكاية متنسوش تكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، واش كان أكثر جزء شدكم، واش تتوقعوا يكون مصير الشخصيات. ومع ذلك نذكركم العالم مليان أسرار وإحنا دايما هنا باش نحكيو لكم عليها. نتلاقاو في القصة الجاية، سلام.